السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله العظيم كما ينبغي لكريم وجهه ولعز جلاله ولقدم من سلطانه ولنور وجهه الكريم الذي أشرقت له الظلمات وقامت به السماوات واصطلح عليه أمر الدنيا والآخرة. أنا أحمد المهدي المنتظر نفسي محمد رسول الله، محمد بن الحسن العسكري، مريم بنت عمران، حواء أم البشرية، وأنت أول مخلوق حي في الوجود خلقه الله عز وجل من نور وجهه الكريم. لما نظر سبحانه وتعالى إلى جوهر عبارة عن مرآة، فخرجت من المرآة من الجوهرة الخضراء، فقال لي الله عز وجل: من أنت؟ قلت له: أنت. كنت في صورة امرأة بارعة الجمال، فسماني أنت، لأنني قلت له أنا هي أنت، فسماني أنت، وسماني امرأة لأنني خرجت من المرآة نسبة إلى المرآة. وكانت اللغة التي تكلمت بها أول مرة هي اللغة العربية، وآدم كذلك خلق الله عز وجل ثم علمه اللغة العربية وعلمه الأسماء كلها. أنا محمد رسول الله، قلت أن أول مخلوق حي في الوجود كان اسمي أنثى خلقنا الله عز وجل من نور وجهه الكريم. لبثت مع الله عز وجل أزيد من 37 مليار سنة من سنين الآخرة، وهكذا يعني قبل خلق السماوات. أشهد أن الله عز وجل خلق السماوات والأرض. رأيت حينما أشهد أن الله عز وجل خلق السماوات والأرض، رأيت صخرة عظيمة خلقها الله عز وجل في العدم. قال الله عز وجل لها: كوني، فكانت الصخرة مذكورة في سورة صاد باسم صاد. الصخرة صاد هي تعني صاد، تعني الصخرة الأولى التي خلق الله عز وجل منها السماوات والأرض. فنظر الله عز وجل فيها نظرة هيبة، وكنت أنا الشاهد الوحيد على ذلك. فانفجرت الانفجار العظيم، وخلق الله عز وجل من السماوات يعني الأكوان. ليس هناك كون واحد الذي هو كون الذي في مجرة ضرب التبانة، لا، هناك 7 أكوان، 7 سماوات، في كل سماء أرض مثل هذه الأرض. الملائكة تعبد الله عز وجل في مثل هذه الأرض في السماء الأولى. السماء الأولى هي الكون الأول، فالذي في مجرة ضرب التبانة، الذي في الكرة الأرضية، الكرة الأرضية التي هي هذه التي نعيش فيها فوقها. ثم هناك سماء أخرى تبعد عنها بملايير السنوات الضوئية، يعني ملايير أو ملايين السنوات الضوئية. المهم ما بين هنا يعني الكون السابع السفلي والعرش وقوائم العرش حوالي 200 مليار سنة ضوئية.